السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم الرياضة. سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو أقوى 10 صفقات تمت رسميا لموسم 2023 تحضيرا لموسم 2024 في الجزء الثامن. لكن قبل البدء اشترك بالقناة زائد تفعيل جرس التنبيه زائد لايك للفيديو تابع المشاهدة. أولى الصفقات على النادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع اللاعب الشاب البرازيلي فيكتور الروكي قادما من نادي أتلتيكو بارينانسي البرازيلي صاحب 18 عام. ثانيا يعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكوري لي كانغ آن قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني مقابل 22 مليون يورو وصفقة تمتد حتى موسم 2028. ثالثا يعلن نادي جيرونا الإسباني بالتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي دالي بلاند قادما من نادي بايرن ميونخ بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي البافاري، وتمتد صفقته مع النادي الإسباني لموسم واحد فقط. رابعا يعلن نادي ريال بيتيس الإسباني بالتعاقد مع اللاعب والمهاجم إيوزي بيريز بصفقة انتقال حر قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي. خامسا يعلن النادي الريان القطري بالتعاقد مع المهاجم الإسباني اللاعب رودريغو مورينو قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 3 مليون باوند. سادسا يعلن نادي أمصليلا القطري مع التعاقد مع المهاجم الجزائري أندي ديلورت صاحب 32 عام قادما من نادي نانتا الفرنسي، وبعقد يمتد لموسمين فقط مع خيار التجديد. سابعا يعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الإسباني الكبير صاحب 25 عام المدافع باو توريس من نادي فياريال الإسباني مقابل 33 مليون يورو زائد 5 ملايين كإضافات. ثامنا يعلن نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الصربي اللاعب ميلاريو سافيتش قادما من نادي لاتسيو مقابل 40 مليون يورو لمدة 3 مواسم. تاسعا يعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز قادما من نادي البافاري بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو وبعقد يمتد حتى موسم 2028. عاشرا وأخيرا نادي أي سي ميلان الإيطالي يعلن بالتعاقد مع المهاجم الأمريكي اللاعب بوليسيتش قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 17 مليون باوند حتى موسم 2027. العقد ساري مع الأي سي ميلان. وهناك العديد من اللاعبين الذين جددوا تعاقداتهم مع أنديتهم أبرزهم الحارس إنياكي بينيا مع برشلونة حتى موسم 2026، واللاعب الآخر هو اللاعب ماكاجين مع نادي أستون فيلا حتى موسم 2027. أما عن المدافع الصخرة مدافع نادي الأرسنال حتى موسم 2028. أما على المدافع الثاني هو ريس نيلسون حتى موسم 2007.